القضية. السلام عليكم. هذه الحلقة عنوانها العمل السياسي الشركسي حاليا. بعد نهاية الاتحاد السوفيتي مباشرة في سنة 1991 عقد المجلس الشركسي العالمي اجتماعه الأول من 19 إلى 21 أيار، وفي هذه الجلسة شكلوا ما عرف بعد ذلك بالجمعية العالمية الشركسية اللي هي دونيبسو شركسياسة. شارك في هذا التشكيل في الجمعية مندوبين عن الجمهوريات الشركسية الثلاثة ومندوبين عن مؤسسات العمل المدني في تركيا والأردن وسوريا وفلسطين المحتلة وألمانيا والولايات المتحدة. بدأ هذا المجلس بداية قوية جدا، والجمعية أيضا تابعت هذه البداية القوية، وكان لها تطلعات كبيرة جدا في الحقيقة. إذا بتسمحوا لي بدي أقرأ الفصل الثاني من أهداف الجمعية لأنه شوي طويل فبخاف أخربط. بنقول: إيجاد التضامن والتفاهم بين الشراكسة، تطوير الوضع الاجتماعي والثقافي لجميع الشراكسة، تعليم اللغة الشركسية باللغة الموحدة للكتابة، تنظيم النشاطات كافة الجمعيات الأعضاء في الجمعية العالمية لإيجاد الحلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية للشعب الشركسي، توسيع وتقوية العلاقات والصداقة الأخوية لشراكسة المهجر والوطن الأم، إعادة الآثار والمقتنيات القيمة تاريخيا وثقافيا والتي ظهرت خارج الوطن إلى متحف أو متاحف الوطن، جمع المؤلفات والمحفوظات بهدف تأسيس مركز معلومات أو مكتبة قومية خاصة بالجمعية، إعادة العلاقات العائلية وتعزيز الاتصالات بين الشراكسة في الوطن التاريخي ودول الشتات خاصة بين الأطفال والشباب، البدء فورا بمساعدة الشراكسة الذين يرغبون في العودة إلى الوطن التاريخي، إيجاد علاقات واتصالات اقتصادية دائمة بين شراكسة الوطن التاريخي والشتات والمساعدة على إنشاء شركات مشتركة، تمثيل الاهتمامات القومية للشراكسة في جميع المنظمات والمؤسسات والدوائر الحكومية والمنظمات العالمية، إصدار الجرائد والمجلات وتأسيس دور النشر للإعلام والدعاية والتعليم، المساعدة على تطوير اتصالات الشراكسة في الوطن التاريخي بشراكسة الشتات، المساعدة في تنظيم مؤتمرات البحث العلمي السياسية الاقتصادية القانونية التاريخية الثقافية التعليمية بمختلف مراحلها، منح المكافآت والرواتب والشهادات الصادرة عن الجمعية، إيفاد الأفراد في مهمات خارجية، استقبال الممثلين الأجانب فيما يتعلق بأنشطة الجمعية، البحث عن مصادر تمويل من جمهوريات الوطن، شراكسة المهجر، دولة روسيا الاتحادية، أوروبا الغربية وأمريكا والعالم العربي والإسلامي. زي ما شفنا أهداف في منتهى الطموح وفي منتهى القوة والشمولية. اللي حصل بعد ذلك أنه في منتصف التسعينات بدأت روسيا الاتحادية تدفع بعملائها وأعوانها ومؤيديها إلى استلام المراكز الهامة في هذه الجمعية، وبالتالي ضغطت على القوميين القبرديين لأنه كان مركز الجمعية هذه في نالشيك ولا يزال، ضغطت عليهم وأزاحتهم من مواقعهم في كثير من المواقع. ولا نذكر مع الأسف من إنجازات هذه الجمعية حتى الآن. الإنجاز الأبرز هو ضم الأمة الشركسية إلى الUNPO اللي هي منظمة
الأمم أو الإثنيات غير الممثلة في الأمم المتحدة، ولعدة أسباب. هذه تضم 50 إثنية ويبلغ عدد السكان المنضمين إلى حوالي 100 مليون. التأثير الروسي كبير جدا، حتى أنه منظمة شاك اللي هي بالروسي اسمها رودينا، واللي كانت قائمة بالاتحاد السوفيتي من سنة 66، أيضا هذه ضمت عنوة إلى الجمعية حتى تستطيع الفيدرالية أن تسيطر عليها. معروف طبعا أنه الشاك منظمة تهتم أولا وقبل كل شيء بالتدريس، وقد كان لها حقيقة فضل كبير جدا في استقدام العديد من طلابنا سواء من الأردن وسوريا وتركيا وتدريسهم باللغة الشركسية، ومنهم من تخرج طبيبا ومنهم من تخرج مهندسا، وهذا أمر لا غبار عليه على الإطلاق. بالنسبة للإنجاز الكبير في الحقيقة في الميدان السياسي، لا نستطيع أن ننسبه إلى الجمعية العالمية، مع أنها بذلت يعني مجهود في إجراء الاتصالات بهذا الاتجاه. وأقصد بهذا الاتجاه هو إعادة شراكسة كوسوفو إلى مايكوب أو إلى حي من أحياء مايكوب أقيم خصيصا لهم. هذا الحكي صار سنة 1998. لكن العمل على هذا الإنجاز الكبير بدأ حوالي قبل 10 سنوات في إبان عز الحرب القومية الأهلية في يوغوسلافيا. بعثوا شراكسة كوسوفو إلى الرئيس جريمة أصلان رئيس الأديغي كتاب يرجوه فيه أنه يعيدهم إلى الأديغي. فالرئيس جريمة أصلان أوعز إلى الوزير الثقافة السيد غازي شمسو بالبدء بهذا النشاط وبعمل كل ما هو لازم لتنفيذه. وبدأ الأستاذ غازي نشاط محموم حقيقة، ويشهد له في ظل ظروف كانت قاسية جدا. كان يخاطر بنفسه، وكان يعني يتخلى عن راحته الشخصية وظروفه الشخصية. كانت والدته مريضة جدا، ومع ذلك كان يتركها ويغادر إلى يوغوسلافيا المحترقة ذاك الوقت. السبب المباشر اللي خلى شراكسة كوسوفو يعني يحنوا ويرجعوا إلى القفقاز هو الحرب الأهلية اللي حصلت. وبنتيجة هذه الحرب صاروا الألبان اللي بيعتبروهم للشراكسة مسلمين مثلهم يطلبوا منهم أنهم يقوموا وينضموا إلهم ضد الصرب. المعروف أنه لم تكن لدى الشراكس أي مشكلة مع الصرب، بالعكس كانوا عندهم مزارعهم، وكان عندهم معاصر المطاحن، وكان عندهم زراعة وصناعة قوية جدا، وكانوا عايشين عيشة محترمة. لكن بدأ الضغط عليهم من قبل الألمان، فبالتالي انتقل الضغط إلى محاولات اعتداء، وصارت في عليهم اعتداءات، أحرقت مزارعهم، أحرقت مطاحنهم، وصاروا أبنائهم في المدارس يضربوا. فأمام هذا الواقع كان لابد من التفكير بالعودة إلى بلد الأصل، إلى الوطن الأم. طبيعي برغم الصعوبات اللي كانت قائمة في ذاك الوقت اللي هو في قرابة نهاية الاتحاد السوفيتي، بدأ الأستاذ غازي اتصالاته وحصل على موافقة ضمنية من وزير خارجية الاتحاد السوفيتي في ذاك الوقت، وبدأ نشاطه بين جمهورية الأديغي
وموسكو وكوسوفو. لم يكن الأمر سهلا كما أسلفنا. الصعوبات بدأت أولا من موضوع جواز السفر، لأنه كان يفترض في كل عائد أن يحصل على جواز سفر روسي، وهذه عملية شابتها بيروقراطية معقدة جدا جدا، أدت إلى أنه يتأخروا في الشغل. اثنين، كانت في صعوبة مادية، وهنا لابد وأن نذكر أن كثيرا من أبناء شراكسة الشتات ممن هم من في الأردن، وأنا أحجم عن ذكر أسمائهم بسبب رغبتهم الشخصية، ومن شراكسة الأردن وشراكسة تركيا وشراكسة تركيا المقيمين في ألمانيا، ساهموا بجزء كبير من تكاليف تنقلات الوزير غازي شمسو، وأيضا في تكاليف إعادة هؤلاء الناس وتأهيلهم للرحيل. المأساة الكبرى كانت في الناس اللي عايشين في كوسوفو. يعني أن تطلب من شخص ولد هناك وأبوه ولد هناك وصار لهم في ذلك الوقت 134 سنة أقاموا حياة كاملة، اضطروا أن يتركوا كل شيء. من استطاع أن يبيع أي ممتلكات تابعة له باعها بثمن بخس جدا، وهناك من خرج بملابسه وملابس أطفاله وزوجته فقط لا غير. هذا طبعا يعني بدلنا على مدى الخطر اللي كان محيق فيهم من جهة، ومن جهة أخرى على حبهم للوطن الأجداد اللي ما كانوا يعرفوه. من أصل 200 شخص اللي رجعوا في 31/7/1998 لم يكن قد زار القفقاس إلا 5 أشخاص، وكثير من شراكسة كوسوفو كانت لهم جذور وأقارب في ألمانيا وفي تركيا وفي الولايات المتحدة، ولكنهم فضلوا العودة إلى ما سمي بعد ذلك مافو حبلة، وهي حي أقيم لهم، وعادوا إليه باحتفال كبير جدا. ويخبرني الأصدقاء اللي الآن عم بيزوروهم، يعني لما بصح لهم وقت، إنهم عايشين في سعادة كبيرة جدا وظروفهم ممتازة. هذا أنا بعتبره إنجاز سياسي متميز، عندما تتضافر الإرادة الرسمية مع الإرادة الشعبية، ويكون هناك حافز قوي وشخص قادر على التنفيذ. أنا شخصيا شفت الكتاب اللي كتبه السيد غازي عن تجربته في هذا الموضوع، ولما قرأت الترجمة العربية وجدتها يعني غير ملائمة للنشر حقيقة، مع اعترافي بالفضل لمن ترجمها عن الروسي، إلا أنني أعدت تحرير الكتاب، وأنا فخور بهذا العمل حقيقة. والآن موجود الكتاب في المكتبات ولدى شركة إلبروز اللي هي ممولة طباعته وإخراجه باسم حنين التراب. أكتفي بهذا القدر، وأشكركم على متابعتكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.